فرد يوم من الأيام أمير المؤمنين يمشي وياه قنبر خادمه، وفرد واحد عنده مشكلة ويا قنبر، شاف قنبر وشتم قنبر، هيج منك وهيج منه هلك. من هذا قنبر احترق قلبه، راد يرد عليه، قال لك أنا خل أرد عليه، شنو يشتمني أنا؟ مو قليل الشر، ما عندي لسان. كناس هيك تفكر، هذا المبدأ، أنا مو قليل شر، ترى أنا ما أخاف. هي ذن اللي ورطن بني آدم ويدفع عنا بالمصيدة. أمير المؤمنين قال له مهلا يا قنبر، لا ترد عليه يا قنبر، دع شاتمك مهانا. الله 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 الله، هذا حكي يراد له قعده، يراد تهود وتقعد يا بني آدم وتسمع زين، ومو ذني تفتحن، لأن ترى مرات حتى لا ينفتحن ما يقدمن ويأخرن. أكو ذانات هنا، أكو إذن هنا، إذن أكو عين هنا وإذن هنا. إذا قارئ دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام، اللهم افتح لي مسامع قلبي لذكرك. أكو سمع هنا وبصر، مو بس هاي ما تكفي. مهلا يا قنبر، دع شاتمك مهانا. شلون؟ هاي نظرية، هاي خليه هو يهين نفسه. دع شاتمك مهانا، ترضي الرحمن وتسخط الشيطان وتعاقب عدوك. الله، هذا شلون يصير؟ ثلاثة أحققهن، شلون يصير؟ دع شاتمك مهانا، خليه هو المهان. شتمني، نزل من قيمتي، سب أبوي وأمي، سب عشيرتي، غلط علي. دع شاتمك مهانا، ترضي الرحمن وتسخط الشيطان وتعاقب عدوك. يا قنبر، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أرضي المؤمن ربه مثل الحلم. الله الله الله، شنو هو؟ وما أسخط الشيطان بمثل الصمت، وما عوقب الأحمق بمثل السكوت. ده احفظهن، امشي عليك الحسين، احفظهن، لأن ذني يراد أولا ينحفظا، راح أعيد لك إياه. أولا يراد ينحفظا، اثنين يراد ينفهما. هذا كلام أهل البيت، كلامكم نور وأمركم رشد. مو بحق اشتقرأ بالزيارة الجامعة الكبيرة، بحق من ائتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته. علي عليه السلام يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أرضي المؤمن ربه بمثل الحلم. صلي، نعم الله عليك وإلك زين، صوم الله يوفق، حج قبل الله، حج مبرور، صدقة هنيئا لك، هذا قرضة حسنة، بر والديك رحمة، صلة رحمك زيادة بالعمر. بس مو مثل الواحد يشتمك وتحلم، هيك منك ومن هلك. نعم الله الله، هذا ذن مالات الأنبياء، ذن مالات الحسين، ترى ذن مالات الحسين، ذن اللي ريتن الحسين فينا، هذا اللي كتب لنا اياهن الإمام الصادق بخط عريض: شيعتنا كونوا زينا ولا تكونوا شيئا. ذن لازم نندلهن، ترى عندنا خبصة هالأيام، عندنا شوشرة، عندنا واي دوخة هالأيام. ذن ما نندلهن إذا نظل بالهوسة والشوشرة، ذن لازم نندلهن، لأن ذنهن اللي قربا إلى الله. ما أرضي المؤمن ربه بمثل الحلم، ولا أسخط الشيطان بمثل الصمت، ولا عوقب الأحمق بمثل السكوت. وهاي الحكمة حلوة يقولها أمير المؤمنين سلام الله عليه، منسوبة إليه.
أنه أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم. مرات الإنسان يطفح كيله وتطلع منه العصبية وتطلع منه، بس هذه إذا مو شأنه ومو خلقه ومو أخلاقه وفلته أقلها، هاي بسحها عنه لا تسجلها، لأن نباوع إلى ثوب الإنسان. ثوبه شنو؟ حوضه شنو؟ ماعون شنو؟ إناء شنو؟ ليش؟ لأن كل إناء بالذي فيه ينضح. إذن أنت تحتاج هالنظرية هذه حتى تخوض الصراع لو ما تخوض الصراع. لأن اليوم عندنا ناس حتى مو حكي يقعد على الفيسبوك، يقعد على الانترنت، على أدوات التواصل، وللصبح يخوض صراع وهو كل شيء ما محصل مولانا، كل شيء ما محصل، بس استهلاك الطاقة واستهلاك القدرة واستهلاك العمر واستهلاك إلى أنه ماكو قيمة، ماكو قيمة. فما كل فعال يجازى بفعله ولا كل قوال لدي يجاب، ورب كلام مر فوق مسامعي كما طن في لفح الهجير ذباب. مرات يراد لك شوية تنشغل بأمرك. سلام الله على أمير المؤمنين يحاكينا في كل زمان ومكان، يقول من اشتغل بعيب نفسه انشغل عن عيب غيره. ده اشتغل بعيوبك، ده باوع للمراية وشوف عيوبك، ده انشغل شوية بنواقصك، ده انشغل شوية بخللك، ده انشغل شوية بأمورك، تلقى نفسك بمرور الأيام أنت منشغل عن الغيبة والنميمة وعن الحسد وعن كثير من الأمور اللي تورطك بالذنوب مع الله ومع الناس. من انشغل بعيب نفسه من اشتغل بعيب نفسه انشغل عن عيب غيره. هذا نريد احنا اليوم قاعد الشيطان يحط لنا مصائد، اليوم الشيطان يحط لنا مكائد، اليوم الشيطان يحط لنا ينصب لنا هذه الأشباك، وخطأ واحد يورط الإنسان. إذن هاي الآية تريد تخلق في داخل الإنسان التربية الحقة والتربية الصحيحة اللي تقول للإنسان أنت شخص الأسباب المهمة في حياتك. خلي أضرب لك مثال، وهذا قليل الإنسان يلتفت له، إنه يجي يقول مثلا أنا صلاتي مو زينة وعبادتي مو العبادة اللي تليق بالإنسان وتليق بالرب وتليق بالإيمان. هذا الوحدة لو يثير الإنسان على مستوى الجد، يثير الإنسان على مستوى الجد مع نفسه، راح هواي يشوف نواقص وهواي يشوف خلل. هذا تشخيص لهالنوع هذا واهتمامه بمعالجته، أقسم لك صادق على المنبر، هذا راح ياخذ منك وقت، هذا راح ياخذ منك طاقة، هذا راح ياخذ منك شغل، هذا راح ياخذ منك اهتمام. ايش تقرأ في هذا الدعاء للإمام زين العابدين؟ يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثأ به حد الشدائد. كلمة برائعة في نهاية الدعاء: ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك. شوية اهتم لي بهذا الموضوع. جماعة يوم من الأيام خرجوا مع النبي الخاتم لذكره الصلوات بأعلى الأصوات. طلعوا بالصحراء تدري جولة ورمل. النبي راد يعطيهم درس عملي، لأن مرات الدرس النظري بمجرد وقت سماعة ويروح، مو مثل الدرس العملي. قال لهم النبي صلى الله عليه وآله: يا قوم مجموعة، اجمعوا لنا حطب، لموا لنا حطب. باوعوا يمنى يسرى بس تراب ورمل صحراء. التفتوا له قالوا له: يا رسول الله ماكو حطب.
يمنى يسرى، لا شجرة، لا جذع شجرة، لا جذع نخلة، ماكو. منين نجيب حطب يا رسول الله؟ أعاد النبي القول عليهم، قال لهم ابحثوا، روحوا طلعوا لموا لي حطب. كل من أخذ لنا جهة أو طريق اجوا فد شوية، كل من هذا جايب له عودة، هذا جايب له سلاية، هذا جايب له ليطة، هذا جايب له خشبة مكسورة، دوروا جابوهن حطوهن قدام النبي، صار الكوم. قال لهم شلون تقولون ماكو؟ قال له لدورنا. قال لهم هيك تطلع السيئات، ايش تطلع الذنوب. تشوف انت كل شيء ما مسوي، شوف انت كل شيء ما عندك، شوف انت صفحتك بيضة، دباوع يمنى تلقى روحك اول البارحة 2 غيبة، البارحة 2 نميمة، الصبح غاث الوالدة، العصر قاهر ابوك، جاب بعد ايش ظل؟ اصعد تاكسي وروح الجهنم بعد. شو بقى بعد مولانا؟ شو بقى بعد؟ جاية كبيرة وحدة شو تسوي بالإنسان؟ ذنب ذنبين شو يسوون بالإنسان؟ شو يسوون له في عبادته، في تقواه، في أخلاقه؟ وأنت تدري كل الزين مرات الذنب يوقع الإنسان بذنوب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصا، تنزل النقم، تغير النعم، تحبس الدعاء، تنزل البلاء، تقطع الرجاء. قرأنا في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، أرجوكم اسمعوها زين، بحب الحسين. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: كان أبي الباقر يقول: اللهم اغفر لي الذنوب التي تخلي الديار وتقرب الآجال وتعجل الفناء. الذنوب هاي كلها أخطاء، هاي كلها ذنوب تصنع بالإنسان. حتى ورد في الخبر عن الإمام الصادق سلام الله عليه منقول هذا الخبر عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: يعيش الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشوا بأعمارهم، ويموت الناس بذنوبهم أكثر مما يموتوا بآجالهم. أكو فرد أسباب. إذن يا بني آدم احذر عندما تعيش الصراع. إضافة إلى النقطتين لا تنسونها: موقعك في الصراع ودورك في الصراع، وخصوصا فيما نعيش في زماننا. وها هو الحسين يجمعنا من جديد، وها هو الحسين يدخلنا في بيته وفي خيمته ويطلب منا الالتحاق بركبه لنتعلم منه ونتربى بتربيته اللي هي تربية القرآن. القرآن يقول: تعال، ترى ذول الإخوة عاشوا صراع وتحاسدوا فيما بينهم وقتل الأخ أخاه، وراح نشوف أكو نتائج أكثر ترتبت أثر: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إذن القرآن يريد يربينا، بس يربينا ضمن منهجه، والقرآن يريد يخلينا نحمل إنسانيتنا ويانا ونتعلم من هؤلاء الصلحاء اللي هم القدوة. ايش قد تعلم سلمان المحمدي من أمير المؤمنين؟ تعلم منه هواي، تعلم كبير. لكن يوم من الأيام واحد شتم سلمان، مرة شتمه ما رد عليه سلمان، لاقاه مرة ثانية وشتمه ما أبدا ما رد عليه سلمان، مرة ثالثة من شتمه وما رد عليه، هذا اجا قال له: أنا أشتم بيك وما ترد علي، تعرفني أنا منو؟ قال له: إيه أعرفك. قال له: منو أنا؟ قال له: أنت الذي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة. الله، هذا إجا قال له: أنت إنسان، هذا أولك وهذا آخرك، أنت هذا، أنت ليش تمطل نفسك وتخرج عن إطارك
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ليش تطلع من إطارك ومن حدودك؟ وبني آدم خطر. بني آدم إذا صار عنده علم خطر، إذا صار عنده مال خطر، إذا صار عنده جاه خطر، إذا صارت عنده قوة خطر، إذا صاروا عنده أعوان خطر، إذا تمكن خطر. بني آدم إن الإنسان ليطغى. يطغى الإنسان، يراد له رهدنة شوي، يراد له شوية توازن، يراد له شوية ثقل، يراد له شوية أن يمكث في الأرض، أن ينزل إلى الأرض حتى يكون ترابي. من تواضع لله رفعه الله. هذا ما يكون إذا مو الإنسان يشخص عيوبه ونواقصه ويتعلم التجربة من هذه القصص والحوادث.